كلنا الفترة اللي فاتت سمعنا عن نظام الطيبات بتاع الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه. خليني اقول لكم رأيي باختصار في النظام ممنوعات ومسموحات. الممنوعات، الدكتور ضياء بيقول ممنوع نشرب غير لما نكون عطشانين. وانا متفقة معاه في الرأي ده، لانه احنا اساسا بيدخل جسمنا بطريقة غير مباشرة مية طول اليوم، في العصاير، في المشروبات السخنة، في الشوربة، في الصوص بتاع الخضار المطبوخ، صوص الطماطم. فا اوكي، ما نشربش غير لو عطشانين. الحاجة التانية، ممنوع الدواجن، الفراخ والبيض. اعتقد ان دكتور ضياء بنى فكرته على انه دلوقتي في مزارع الدواجن بيستخدموا المضادات الحيوية كجروس فاكتور. يعني ممكن الحيوانات ما تكونش عيانة ولا حاجة، ولكن بيدوها بشكل روتيني طول دورة الانتاج مضادات حيوية علشان تكبر ووزنها يكبر بسرعة. الحاجة اللي بعد كده، اللبن ومنتجاته ممنوعين. برضو اعتقد ده لانه في ناس عندهم لاكتوز انتوليرانس، فاللبن بيسبب لهم مشاكل لان جسمهم مش بيقدر يهضم سكر اللاكتوز اللي موجود في اللبن. كمان ممنوع البقوليات والخضروات، والدكتور بيقول انه دي اكل البهايم. برضو ممكن يكون ده لانه الالياف مش بتتصدم. دي حقيقة، البني ادمين مش بيقدروا يهضموا الالياف، والحيوانات بس اللي عندهم انزيمات تهضمها. لكن ربنا خلق لنا بكتيريا نافعة في جسمنا، هي اللي بتهضم الخضروات والالياف دي. طيب، بالنسبة للمسموحات، مسموح باللحوم الحمراء، مسموح بالاسماك بكل انواعها، مسموح بالسمان والحمام. ده يعني خلاف لقاعدة الدواجن. طبعا المقليات والسكريات بأي كمية. طب أنا مش مختلفة على كل اللي اتقال، ما عدا السكريات بأي كمية، والمقليات. السكر الأبيض ده مصدر للطاقة فارغ، ما فيهوش فيتامينات، ما فيهوش معادن، ما فيهوش أحماض أمينية ولا أحماض دهنية، وبيعلي سكر الدم بسرعة. فأنا ما ينفعش أخده بأي كمية، وما ينفعش أخده على معدة فاضية. لازم أخده مغلف بعد وجبة فيها بروتين وخضار، وبعدين أخده. المقليات طبعا، وجهة نظر الدكتور ضياء ان جسمنا محتاج دهون. فا اوكي، صح، احنا جسمنا محتاج دهون، بس اخدها من مصدر صحي، زي زيت زيتون، سمن بلدي، او الاسماك الدهنية اللي هي سردين، سلمون، ماكريل، تونة، رنجة. المقليات هي بتزود الالتهابات في الجسم، وبعدين كمان الزيت لما بيتعرض لدرجات حرارة عالية اساسا المغذيات اللي فيه بتتكسر، فانا مش بستفيد منهم. طبعا الدكتور ضياء بيقول لكل اصحاب الامراض المزمنة اتبعوا النظام ده وامنعوا الادوية. لا، ما ينفعش نمنع الادوية. اللي عنده مرض مزمن بيبقى مفيش شفاء منه، يعني احنا بناخد الادوية علشان نتعايش مع المرض، لكن ما ينفعش اي حاجة ترجع الخلايا تشتغل زي ما كانت قبل المرض. فطبعا ممنوع نمنع الأدوية لو حد عنده مرض مزمن. طيب، باختصار، اتبع النظام ولا لأ؟ كل اللي الدكتور قاله دي رغبات شخصية، براحتك. انا عن نفسي مش هتبعه، بس 3 حاجات ما تعملهمش: السكريات بأي كمية او على معدة فاضية، المقليات، وانك تمنع الدواء لو عندك مرض مزمن. الباقي بقى، تاكل فراخ او ما تاكلش فراخ، تاكل لبن او لأ، دي حاجة ترجع لك، يعني رغبات شخصية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشاركوا الفيديو مع صحابكم ومعارفكم علشان عايزين نكبر القناة.